حسين عنك يا قصيدة اقراها، عليك تبكم والبنين القاها، جابت الكافين وجد والمجالس نحتنت، جابت الكافين. السلام عليكم اخواني واخوات مشاهدي ومتابعي قناة الشيخ ابو حمود الساعدي. اليوم عندنا ثواب الامام الحسن عليه السلام والسيدة رقية عليها السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب باستشهاد سيدة ولاة السيدة رقية واستشهاد الإمام الحسن كريمه البيت سلام الله عليه. اليوم احنا ناويين نسوي ثواب هو الداطلي. هسه أول شيء أبلش بالشيرة. الشيرة هي مقادير، لازم شيرته ما تصير خفيفة. هنا آخذ الشكر 6 أكواب شكر 3 أكواب مي. انت بالاكواب. ايه ابو محمد بالكيلو مو؟ ايه بسم بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله، هذا السيروب مال الداطلي، يعني اول مرة نجهزها هي، بعدها نجهز عجينة الداطلي. هنا الشكر باك. الشكر هنا. إيه. هذا على مود ما تشكر الشيرة. اكو ناس بعض من عالم الشكر عندهم الشيرة فيضيفوا لها العسل. هذا العسل ما يخلي الشيرة شكر. هذا نضيفه إلها حتى للشكر الشيرة. وهاي 5 هاي 6. هاي 6. يعني انا راح اسوي كمية كبيرة فاحتاج هاي الكمية مال الشيرة. هاي اذا اريدنها كلش ثخينة، فانا ما اريدها كلش ثخينة، هي مو زدابية هي داطلي. ايه. نضيف نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. اخوان الفاتح المقادير يكتب لنا حتى اريتهن إله. هاي 3. هنا راح اضيف الفانيلا سكر. انا اكثر بالفانيلا على مود النكهة. اذا اكثر بيها اضيف بعد نص كوب مي. هسه اشعل النار ولازم ابقى احرك بيها حتى شنو، حتى الشكر ما يبقى اللي جوا ويحترق يكرمل دائما. اي تعال ابو محمد، خليني اضيف بعد شويه مي لان انا ضفت هواي فانيلا سكر. هسه هنا بعد ما غلت او ما بعد ما خارت الشيره مي وشكر نضيف العسل. كفي تقريبا فنجان عسل مو لو اقل. فنجان تقريبا. اي. وهسه نضيف ملح الليمون. هذا هو ملح الليمون اللامندوزي. اي لامندوزي. بس هاي الرغوة تصير هنا بحافة الجدر لازم اشيلها حتى لا يشكر عندي. اتركها تاخذ القوام المطلوب واطفيها وجيب قرب لي عليه الشيرة شوية. هاي الشيرة اللي سويتها هسه هذا قوام. هذا قوامها. فرخها رحم الله عليك. هذا مثل ما تشوفون هذا القوام. هسه من تبغى تدخن لا تضيفون مي الزهر ويا الفور مالته او الغليان عبد لا تروح النكهه مالته. هسه ضيف على البارد. هذا مي الزهر تقريبا بعد شوي بعد شوي كافي. هسه نتركها تبرد
وبعدها نبلش بعجينة الداطلي. إذا حابة شي تبردينه بسرعة ترفعها شوي. إيه. تمام. حتى يتداور الهواء عليها بسرعة. تبرد. هاي هنا راح اسوي عجينة الداطلي. عجينة الداطلي مثل الداطلي يسميه أبو محمد. كل كيلو طحين واحد نحتاج له لتر مي، ونحتاج نص استكان شيرة، نص مو كامل، وظرف فانيلا. انا راح استخدم كيلوين طحين، راح اخلي استكان شيرة، ظرفين فانيلا، ولترين مي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اشعل الطباخ. هذا عندي لتر مي، واضح؟ نجيب اللتر الثاني. كل كيلو طحين، نص استكان شيرة، ظرف فانيلا واحد، قليل من الملح، لتر مي. انا راح اسوي كيلوين طحين، خليت 2 لتر مي، خليت استكان شيرة هذا راح اخليه، واخلي ظرفين فانيلا، واخلي ملح. قول بسم الله الرحمن الرحيم. قد ملح شوية بس. لحظة هسه. الله. هاي ربع خاشوقة شاي ملح. بعدها شوي بس يحمى اضيف الشيرة عليه. هسه راح اضيف الشيرة. هسه ايه. نضيف الشيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. هي عادي ترى حتى والمي بارد نقدر نضيفه، بس حتى شنو بساعة تنخلط ويا المي. الذوب. هنا من وصل المي هنا للغليان او للفور، هسه نضيف كيلو طحين، كيلو مو اثنينهم سوا، شوي شوي. طينا انا اضيف لك وانت تحرك. يا بسم الله الرحمن الرحيم. شوي شوي انت حرك انا اضيف. هاي بدل ما يفوق نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ما على كيف قلنا مو. اي هو على كيف. بسرعة حرك واقلل النار. باضافة الطحين اقلل النار. حرك، مالك شغل بالطحين ذاك، انت انشغل بالبيدك. شنو السوق؟ اي انا ما ينترك. لحظة نضيف لك بعد حتى يتلابس كل السوق. هو اذا احد وياكم موجود بالبيت لازم لانه مريم ما تقدر، يصير عجينته قوية. هذا غير عن بلح الشام. بلح الشام يضيفون له بيض، احنا ما نضيف بيض. هذا الداطل العراقي على اصوله. حرك ابو محمد. والنار لازم كلش تقللونها. هذا اذا ما يقللونها غير الصين. اي ما تقدر. غير الطق دقيقة. غير طق ايدي. النار لازم لما نضيفون طحين تصير شمعة، ما تخلون النار عالية. اخف درجة. واذا هيك كهرباء ويبقى حار افضل تطفيه. هسه طفيتيه؟ طفيته. والديك تعبت؟ عشت ايدك. هاي مثل ما شفتوا ما ضفنا زيت، ما ضفنا زبد، ما ضفنا بيض، كل شي ما نضيف. لكن بلح الشام يختلف، يضيفون الزيت، يضيفون البيض بعد ما تبرد العجينة. خلص؟ اي لابس كله خلاص. هسه اخذه هناك حتى يبرد وابدا بعجنه. هاي العجينه راح افرغها بهاي الصينيه حتى ابردها ادفيها. لازم مو بارده كلش، دافيه حتى اقدر اعجنها. خاطر ما يبقى طحين، ما يبقى اي شيء. تعال ابو محمد فرغها.
بالصينية البيضة. بالصينية البيضاء حتى بسرعة تبرد. هي الطين جفوف. لا خليها هسه بالصينية شوية بس يضربها الهواء. ها اوكي. جيبي. خلاص. هاي العجين يصير هالشكل ها. عجبني السلوك. وهاي هنا بديت اقلي بالداطلة وصلت طبعا تقريبا بقت عندي بس هاي الكمية. عندي هنا بالمسفل ولا لا؟ هذه وهسه بعدنا نقلي ان شاء الله بس نقارب او لحد ما نخلص ان شاء الله. هماتين نصور. وهذا الداطلي خلص ويانا ثواب السيدة رقية والإمام الحسن سلام الله عليهم. وهاي رشة الشيرة. أتمنى تجربون هاي الطريقة وتعجبكم. عظم الله أجركم. نستودعكم بالله.